والله لارميهم بالنار ناهي عدواني. وانا كرمال عيون البنية بحر الضيعة وما فيها تقبش قلبي برمش عيونه بحارب 50 و100 وعيون عيون اليمامة. الله عليك يا علوش، ايش شو هالدلع هذا؟ يعني سبحان الله عم يطلع جواهر من دمك هاي الغنية. الله حتكون غنية كتير قوية. يعني علي سعيد بصراحة بالتمثيل بالاخراج بالانتاج بكل شيء يعني بتجيب التوب. ارحمنا يا زلمة من ابداعاتك. اول شيء جماعه الخير خليني احكي لكم عن اروى. صراحه بايفنت صار بميشيغان ارابيكا كونكت كنا انا وياها بنفس المكان، وانا عم صور اعمل اجواء وفعاليات، ومرقت 3 مرات من جنبي وانا مرقت جيت معاها ولا التقينا بالايفنت او سلمت عليها او شيء. بصراحه يعني تضايقت شوي وقت مثلا رجعت وعرفت انه هي موجوده هنيك، والفيديوهات موجوده كمان على الصفحات منشوره انا مبين فيها، وحتى وقت مثلا دبكنا صدمت بصراحه وقت عرفت انه هي موجوده هنيك. فان شاء الله الايفنت الجاي بنرجع بنلتقي اروى. كمان الغنيه لعبت لك يعني مو كتير لعبة مع الفيديو بصراحة، ليه كان لازم يصير في ترانزيشن حلو. يعتذروا الاثنين مني ومن ليكس. يا اخي هلا ما اعتذروا شو حيصير اذا ما اعتذروا؟ انا بس لحريص اذا جبت سيرتي اسمعوا شوي لهيك اذا جبت سيرتي يا محمد من هون ورايح بيتك بعرفه ورح ابعث لعندك ناس يندحوك قتله. نزل فيديو تكذب ابعثيهم يلا. لا انت هاي كلام لا واحد واطي شو بده يحكي؟ انا ما بتهدد يا زلمه انت جعشي. انا ما بتهدد. انت جعشي انت جعش صارك شيء تهددني. لا ما قدرنا ابو زين لا حبي هذا خالص. طارق انزلوا لا انزل يا لما تطلع على اللايفات وتسب بنت بعرضها وشرفها قدام 30,000 شخص بلايفاتكم كلها، وين رجولتك؟ لما تفرجي اخلاقك السيئة كلماتك البذيئة قدام 4-5 آلاف شاب وبنت عم يحضروك الك انت، وين اخلاقك؟ اي شاب بيطلع بيتمشكل مع بنت على السوشيال ميديا وبيسب بلايفاته هذا شاب ضعيف، شاب ما بيعرف ياخذ حقه بلسانه او بكلامه، بيبرز رجولته عن طريق المسبات يلي بيحكيها. محمد انا احيانا بتغاضى عن الاشياء اللي بتعملها، ما بطلع بحكي، استخنتها بهذا الموضوع، ما رح انصف مع حدا ابدا. يمكن هي كمان اذا بيكون البنت ركبان الغلط من ساسها لراسها ما لك الحق تسبها على اللايفات. مثلا سبيت اختها، طب اختها شو ذنبها بالمسبة؟ بدكم تفتحوا لايفات، بدكم تقدروا الناس اللي عم تحضركم، ما تبرزوا مراجلكم بكلماتكم السيئة واخلاقكم تافهة.